جايبالكم وصفة سهلة وسريعة من ألذ وأسهل الوصفات، وهي فطاير الطاسة بالجلاش. هنحتاج كوباية جبنة موتزاريلا، كوباية جبنة ميكس، 2 طماطم، 2 فلفل رومي، حزمة بقدونس، نص كوباية سمنة، وأي نوع جبنة مطبوخ. احنا هنستخدم مزارع دينا. وقبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. معانا لفة من الجلاش، احنا هنعملها بطبق ونص او طبقتين زي ما تحبوا. وزي ما انتوا شايفين هنبدأ ندهن الجلاش بالسمنة. هننزل بجزء من الحشو بتاعنا، وممكن تحطوا اي حشو تحبوها. احنا هنحط شوية جبنة موتزاريلا وشوية من الميكس عبارة عن شيدر ورومي، ونحط اي خضار نحبه. احنا هنحط طماطم متقطعة قطع صغيرة وفلفل وبقدونس. البقدونس بقى بيوديها في حتة تانية خالص. وبعد كده هنبدأ نقفل زي ما بنعملها كده وندهنها سمنة وفي طبق، ونحط الجلاش لعند ما نخلص الكمية اللي قدامنا. وممكن تحطوا فيها